إيه الأخبار عاملين إيه؟ النهارده بقى بداية السلسلة الجديدة بتاعتنا بعنوان حاجات اتعلمناها غلط. السلسلة دي إن شاء الله هتبقى مكونة من 15 حلقة، كل يوم جمعة الساعة 7 هينزل فيديو جديد. وأول فيديو في السلسلة هتبقى عنوان التعلق مش حب. خليني أقول لك حاجة يمكن صعبة شوية ومش كتير أوي يعرفها. مش كل حد وحشناه يبقى دايما بنحبه. أوقات كتير أوي اللي بنسميه حب بيكون ده اسمه تعلق مش حب. احنا دايما اتعلمنا ان الحب انك ما تقدرش تبعد، وانك تفكر في الشخص ده طول الوقت، وان يومك يبوظ لو هو اختفى. وتعودنا دايما برضو ان احنا نشوف التعب ده على انه حب كبير. لكن محدش قال لنا ان الحب المفروض يطمنك مش يستهلكك. فخلينا زي ما احنا متعودين ان احنا هنا في انتيكا بنحكي عشان نفهم نفسنا مش نحكم عليها. فيلا بينا نخش في الفيديو. تعالوا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا بسؤال محير شوية. هو ليه أول ما الشخص بيبعد بتحس إنك ضايع؟ وليه مزاجك كله بيتعلق برده هو؟ دايما برسالته وباهتمامه ليك؟ وليه بتحس إنك محتاجه أكتر من إن أنت عايزه أصلا؟ الحب إنك تختار الشخص، لكن التعلق إنك تحس إنك مش قادر من غيره. في فرق كبير قوي ما بينهم لازم تبقى عارفه. التعلق يخليك تستنى وتراقب وتقلق وتحلل كل كلمة، وأوقات برضه تتنازل عن نفسك بس علشان الشخص ده يفضل موجود معاك. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيقولها: انت مش متعلق بالشخص بس، انت متعلق بالاحساس اللي كان هو بيديهولك. احساس بالاهتمام والامان واحساس انك مهم. وعلشان كده اوقات بعد ما الشخص ده بيمشي انت ما بتكونش مشتاق ليه، انت بتكون مشتاق للنسخة اللي انت كنت عايشها معاه. وعلشان كده دايما بيخلي التعلق متعب، لانك ما تبقاش خايف تخسر شخص، انت بتبقى خايف ترجع تحس بالفراغ ده تاني. الحب الصحي والحقيقي انك ما يخلكش طول الوقت قلقان، وما يخلكش برضه حاسس ان قيمتك مرتبطة بوجود حد. الحب الحقيقي يضيف لحياتك، مش يبقى حياتك كلها مبنية عليه. يمكن المشكلة مش انك خايف زيادة، يمكن بس انك خايف تتحط لوحدك مع نفسك. فاول ما حد يديك اهتمام تتعلق دايما بالاحساس. اوقات احنا ما بنحبش الشخص قد ما بنحب فكرة انه ما سابناش لوحدنا. التعلق مش حب، الحب فيه راحة، لكن التعلق فيه خوف من البعد وخوف من الفقد وخوف من الوحدة. ويمكن اول خطوة علشان تحب بشكل صحي انك تبطل تدور على حد يكمل الفراغ اللي جواك. ويمكن في حاجات كتير اتعلمناها غلط وعشنا مقتنعين انها طبيعية، بس يمكن الوقت جه انك نبص جوه نفسك وتفهم نفسك كويس جدا. واحنا هنا في انتيكا هنفضل نحكي مش عشان نقول مين صح ومين غلط، عشان نفهم نفسنا شوية اكتر. عشان كده هستناكم في الفيديوهات الجاية. يلا سلام.